لو ما شفتش حلقة سيد موناليزا يبقى ما شفتش قصة كفاح. لما محمود سعد يقعد قدام ضيفه تبقى عارف إن الحوار هياخدك لمكان ما رحتوش قبل كده، بس المرة دي الضيف كان أسطورة من لحم ودم. دي مش مجرد مقابلة، دي شهادة إن الكرامة والكفاح يقدروا يبنوا مجد، وإن العطاء مش بس بالفلوس، العطاء الحقيقي هو الأثر اللي هتسيبه بعد ما تمشي. راجل طالع من أعماق البدروم، شايل على كتفه أنبوبة غاز أكبر من جسمه وهو لسه عيل صغير، طلع خطوة خطوة لحد ما بقى تاجر ذهب ومالك عقارات. راجل مثقف قرر يفتح مكتبة في الشارع للناس ببلاش عشان أي حد يعدي يلاقي كتاب ياخده ويقراه. ومش بس كده، ده كمان موصي بكل اللي معاه بعد عمر طويل لمستشفى 57-357. شكر كبير لسيد موناليزا، الراجل اللي علمنا إن العطاء مش رفاهية، وإن الحلم ما بيعرفش المستحيل. وأنا بقولها من قلبي، انتم لازم تشوفوا الحلقة وتسيبوا رأيكم، ايه أكتر حاجة لمستكم في قصته.